هادو وجدوهم في اللحظة الأخيرة، يعني قبل من الأذان بواحد نصف ساعة غادي يكونوا واجدين. مقادير بسيطة وعجينة ممتازة وناجحة 100%. كيجيو رطبين وهشيشين وبنينين بزاف. اعتمدوهم في الشهر الفضيل. على بركة الله غادي نبداو العجين. أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في دار أسماء العوفير. اليوم نشارك معكم هاد البريوات بعجينة المسمن، كيجيو رائعين. احتاج العجين 2 كيسان ديال الدقيق الابيض داك اللي كيكون حرش شويه، زائد كاس ديال الفينو. غادي نغرب لهم بطبيعه الحال، زائد خميره الحلويات من فئه 7 غرام حتى هي غادي نغرب لها. معلقه ديال السكر حبيبات، رشيشه ديال الملحه، وغادي نخلط كل شيء بالماء من الصنبور او يعني من الروبيني، ماء بارد من الروبيني. نحاول نجمع فقط العجين بدون مجهود او دلك، وكيجي هاد العجين ناجح 100%. يعني كيجي زوين، خصوصا ان هاد الدقيق اللي انا استعملت ممتاز. ماشي دقيق ديال الحلويات، هو دقيق كيكون يعني بيض، يعني وفي نفس الوقت كيكون حرش شويه بحال اللي مسمد شويه. كظهر لي عرفتوني علاش كنتكلم. كنجمع العجين فقط، وكندير شويه ديال الزيت كندهن به العجين، وكنوضعو في بلاستيك غذائي ونخليه يرتاح واحد 10 ديال الدقائق فقط. من بعد ما ارتاح، يعني ارتاحت العجينه كيف شفتوا راها تنفخات، انا واضعين فيها ديك الخميره ديال الحلويات. العجين كتجي رطبه وملسه، كنحاول ندخل يعني نحيد منها الهواء. وغادي نصنع منها كويرات. ندهن سطح العمل، يعني كنعتمد انا هاد الطريقه ديال الكاس، كندهن الكاس وكندير بهاد الطريقه، كنخرج كويرات متساويه. هاد الطريقه كتعجبني، كيجيوني الكوارات كلهم متساويه. يعني كنديرها حتى في الكريسات، حتى في الخبيزات الصغيورين. فقط كنقادهم، نديرهم شويه بالزيت باش ما يلتصقوش. هاد الرغيفات او هاد البريوه بعجينه المسمن كتجي رائعه. كنغطيها شويه بالبلاستيك ونخليها واحد 5 دقائق، ونبدا نشكل فيهم. يعني طريقه بسيطه كيف قلت. اللحظات الاخيره من قبل الاذان نحضروهم. كنبسط العجينه بمساعده الزيت او زيت المائده. واخا تقطع شويه ماشي مشكل، يعني حيت العجينه رطبه بزاف. رغم اننا يعني واخا الجو البارد وعجناها غير الماء بارد، يعني جات غزاله هاد العجينه. في الوسط كنورقها بالزبده مذابه عفوا، وكنتنيها بحال اللي كنتني الرغيفه او المسمن. طريقه يعني واضحه في الفيديو. كنتني الجوانب، عاوتاني كنتني التنيه الثالثه حتى كنكمل جميع الوحيدات. نعاود معكم وحده الثانيه. يعني كندهنوا سطح العمل بشويه ديال زيت المائده، وكنبسطوا العجينه حتى كتبان لنا سطح العمل تكون رقيقه.
صافي الطريقة ساهلة بزاف. نتمنى ان شاء الله الكل يكون كيدوز ايام زوينة في هذا رمضان، ورمضان كريم على الكل، على الأمة الإسلامية وعلى أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كانتني وريتكم يعني وحدة ثانية تكمل جميع الكرات اللي عندي بطبيعة الحال، حيت بصل خضارية متواجدة كنستغلها. خديت واحد جوج وحيدات كبارين شوية ديال البصلة الخضارية، ودرت لها التوابل. هنا كنبينت لان في هذا الفيديو طاجين ديال الكفته، يعني نفس التوابل اللي كندير في البصله كنديرها في الكفيته، يعني كنحضر حاجه واحده اخرى. فقط كنقلي بصله خضاريه حتى كتنزل، انا كنديرها حتى بداك العرش ديالها الخضر حتى هو كنستغلو. وهنا طريفات ديال الدجاج، يمكن لكم حشوه اختياريه ديروا اللي بغيتو. انا درت لي عندي موجود، كيف شفتوا كميه قليله ديال الدجاج وكميه قليله ديال الحشوه، عطاتني يعني تقريبا عندي تما 10 ولا 12 وحيده ديال الرغيفه. زدت شويه ديال القزبر معدنوس، انا كنديرهم بجوج قزبر ومعدنوس، كنديرهم بجوج كيعجبني النكهه ديالهم والفوائد ديالهم لا تعد ولا تحصى. زدت شويه تما ديال الزيتون مقطع رقيق، يعني الحشوه كتبقى اختياريه. هنا كنمشي نبسط العجين، نحاول اني نعطيها الشكل الطولي. داكشي علاش درت لها داك التنيه اللي درت ديال العجينه. يعني عمليه سهله وبسيطه، كنحاول نورقها ونقسمها على جوج بالجراره ديال البيتزا، وناخذ القليل من الحشو وندير شويه ديال الفرماج، يعني اضام فرماج الاحمر، ونطويها بحال شكل بريوه بطريقه سهله. كنلفوها وكنحاولوا نضغطوا على الجوانب باش ما تخرجناش الحشوه، حتى كنكملوا جميع الرغيفات اللي عندنا او جميع العجينه كامله كنكملوها كامله. واللي وصل لهاد المرحله من الفيديو ما يبخلش عليا باللايك والاشتراك والبارطاج باش تعمل فائده، ونتمنى ان الفيديو يراكم ويعجبكم. ما تنسونيش من اللايكات، وخليوا لي كومنتيرات واش عجبكم الفيديو ولا لا. دائما كنشارك معكم ما هو بسيط وفي المتناول الجميع. هنا دهنتهم عندي هاد الزويته كندير فيها شويه ديال داك النيوره تحميره كنطحنها على يديا فيها اللون زوين، ودرت شويه ديال هذه بافوا، وغندخلها الفران. دخلهم الفران حتى كيتقرملوا على 180 درجه. عندي فران الكهربائي من الفوق ومن التحت حتى كيتقرملوا، وهذه هي النتيجه. يعني ساهلين بطبيعه الحال، ما شاء الله كاملين كنوجدوا. ما شاء الله المائده المغربيه كتكون متنوعه. فقط كنشارك معكم حاجه وحده لان عيب وعار اننا نملؤ المائده، والناس في العالم ولا في بلادنا الحبيب انهم يعني كنبغيش نهضر بزاف. المهم نتمنى اني نلقاكم في فيديو اخر بمشيئه الله، الى اللقاء.